السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض المشبك الدمياطي بطريقة سهلة قوي 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 وعلى أصوله بالظبط. امشي بس معايا واتفرج على الفيديو للآخر وامشي على نفس الخطوات معايا بالظبط وهيظبط معاكي وعمره ما هيفشل أبدا. أول حاجة بدأت بيها الشربات لأن أنا عايزة الشربات بتاعي يكون تقيل ويكون بارد. تمام كده. حطيت 3 كوبايات من السكر، عليهم 1.5 كوباية من المية وعصرة ليمونة، وهرفعهم على النار. بعد الغليان بعد ما يغلي هسيبهم من 7 ل10 دقايق، وهوريكي دلوقتي تختبري ازاي وتعرفي ان الشربات بتاعك ربط وبقى مظبوط جدا كده. بعد ما سبته على النار بالظبط 10 دقايق، بدأت ان انا دلوقتي عشان اخده كده بالمعلقة باخد كده حته على صباعي وببتدي ان انا الزق صوابعي كده في بعض. لو ربى معايا خيوط او طلع خيوط كده معايا يبقى كده الشربات تمام قوي. الخيوط اللي انتوا شايفينها دي لو ربى الخيط دوت اعرف ان الشربات بتاعك ربط. وفي المرحله دي هنضيف تركايه هتبقى بديل عسل الجلوكوز، وهتعزز معاكي طعم الشربات، مش هتخليه يسكر منك ومش هتخلي الحاجه اللي انت بتعمليه بيها تسكر. ماشي. اضافه بسيطه قوي قوي قوي. هجيب كده رشه من الملح صغيره خالص وهبتدي ان انا اقلبها. وبعد ما احط رشه الملح دي هسيبه على النار دقيقه مش اكتر من كده وهطفي عليه. هو كده كده عقد معايا وربط وبقى معايا مظبوط قوي قوي. هسيبه بس دقيقه كده مع الملح وبعد كده هطفي عليه. حلو كده. بدأت بالشربات اول حاجة لان انا عايزة اسيبه يبرد براحته خالص. على ما اخلص بقى العجينة واخلص التشكيل بتاع المشبك هيكون الشربات برد. بس هنا كده بقى في المرحلة دي هطفي على الشربات، هفضيه بقى واسيبه في حاجة يبرد براحته خالص. ما تجيش جنبه تماما دلوقتي ولا تقلبي فيه بمعلقة ولا اي حاجة عشان خاطر ما يسكرش منك. سيبيه على جنب براحته يبرد خالص وما تجيش جنبه. انا سبت بقى الشربات يبرد وهبتدي دلوقتي ان انا اعجن عجينه المشبك اللي هتطلعه معاكي مظبوطه على الشعره وعمره ما هيفشل منك ابدا. مشي بس على نفس الخطوات دي بالظبط. حطي 2 كوباية إلا ربع من المية الدافيه، 2 كوباية إلا ربع من المية الدافيه. انا حطيت واحده سخنه وحطيت واحده إلا ربع ساقعه متلجه عشان تعادل معايا تبقى المية دافيه. تمام كده. وهحط معلقه من الخميره. المعلقه دي معلقه الشاي العادي، واحده منها من الخميره. تمام كده. وهضيف ربع معلقه من السكر وهدوبهم مع بعض لحد ما الخميره تدوب مع السكر والميه. ونشوف هنضيف ايه دلوقتي تاني. بعد ما قلبت بقى الميه مع الخميره مع السكر هبتدي انزل بكوبايتين من الدقيق العادي جدا. كوبايتين من الدقيق عليهم نص كوبايه من النشا. والنشا هيخلي معايا المشبك يبقى مقرمش وفي نفس الوقت ما ياخدش منك لون بسرعه ويحمر بسرعه. تمام. بعد ما ضفت بقى الدقيق والنشا هنزل بقى بنص معلقه صغيره من البيكنج باودر. والبيكنج باودر هنا برضو بيخليه معاكي ينفش كده ويبقى حلو. ورشه صغيره خالص من الملح. تمام كده. ودي بقى التركايه اللي هتخلي معاكي قطمه المشبك نفسها تبقى زي بتاع الشارع ويمكن احسن كمان. معلقه من السمنه، اي نوع سمنه عندك حطي منه معلقه واحده بس. وقلبي بقى يا ست الكل كل الكلام ده مع بعض في اتجاه واحد لمدة 5 دقايق لحد ما العجينة يبقى قوامها طري كده ومفيهوش اي تكتلات، وكده تبقى العجينة جاهزة. اهم حاجة تعجني فيها في اتجاه واحد، ما تروحيش يمين وشمال، لا ايدك تمشي في نفس الاتجاه لمدة 5 دقايق. تمام. وده كده القوام اللي احنا هنوصله في الاخر. هسيبها بقى تخمر براحتها. هي حوالي هتقعد من تلت ساعة لنص ساعة على ما تخمر. ماشي. وكده بقى شكلها بعد ما خمرت. هبتدي بقى ان انا اهبط الخمر بتاعها تاني واقلبها كده واحطها في اي كيس تلاجة عندك شكلي بيه. مش عاوزين كيس مخصص ولا اي حاجة، لا اي كيس تلاجة عندك. انا جبت كيس تلاجة
وهبتدي ان انا افضي في الخليط دوت عشان اشكل المشبك بالكيس. ولا قمع بقى، ولا هقولك كيس مخصص، ولا كيس حلواني، ولا قمع، ولا اي حاجه من الكلام ده كله. هو كيس تلاجة عندك عادي جدا، وحطي فيه الخليط وقطعيه حته كده على حسب السمك اللي انت عاوزاه للمشبك، وابداي ان انت تشكلي بيه. هنروح بقى على البوتاجاز دلوقتي، والزيت ما بيبقاش كتير ولا حاجه، لا الزيت بيبقى شويه كده مش كتير قوي. وببتدي ان انا انزل بالعجينه كده، وابتدي ان انا اشكلها بقى، شكليها بالشكل اللي انت عاوزاه، عايزاه قرص كبير صغير وسط، اعملي الحجم والشكل بقى براحتك يا ست الكل. بيستوي على نار وسط، والزيت بيبقى سخن، بنزل فيه في الاول سخن، وبيستوي على نار تكون وسط، ولا واطيه قوي ولا عاليه قوي، عشان ما ياخدش منك اللون بسرعه. ببدأ اقلب فيه كده كل شوية يمين وشمال يمين وشمال كذا مرة، مرتين تلاتة كده ورا بعض. بفضل اقلب فيه يمين وشمال عشان يطلع مقرمش وياخد معايا اللون الذهبي الفاتح اللي انت هتشوفيه ده دلوقتي. ما بسيبوش على جنب واحد ولما يحمر بقلبه على الجنب التاني، لا، طول ما انا واقفة كده بفضل اقلب فيه يمين وشمال يمين وشمال عشان ياخد معايا اللون الحلو، وفي نفس الوقت يطلع مقرمش وحلو. وميزة المشبك بقى يعني بلح الشام والزلابية وصابع زينب والحاجات دي بتبقى عايزة ان هي تستوي في زيت غزير، زيت يكون كتير قوي. لكن المشبك بيستوي في زيت عادي، زيته اللي هو الزيت قليل، يعني كمية زيت قليلة قوي هتعملك الكمية دي كلها. شايفين اصلا كمية الزيت اللي في الطاسة قد ايه؟ كمية قليلة جدا وهتعمل معايا كمية حلوة قوي من المشبك. بطلعه بقى من الزيت، بحطه في الشربات اللي احنا عملناه، وبسيبه في الشربات قد ايه؟ بسيبه الوقت اللي انا هعمل فيه التانية، يعني المرة التانية اللي هعملها على ما هي تبتدي تاخد اللون وخلاص هطلعها، بروح مطلعه المشبك من الشربات عشان احط غيره في الشربات. فاهميني؟ يعني بسيب اللي انا عملتها في الشربات لحد ما ابقى خلاص هطلع اختها. تقعد حوالي كده دقيقتين في العسل، وبطلعها على مصفى عشان خاطر تصفي كل العسل الزيادة اللي فيها. اهو انا هبتدي بقى اطلع دي دلوقتي، وهكرر بقى العملية دي في كل كمية العجين اللي معايا. بسيبها بس تشد نفسها كده، بروح قلبها على الناحية التانية، وابتدي برضو ان انا اقلب فيها يمين وشمال زي ما قلت لكم كده لحد ما تاخد معايا اللون وتبقى مقرمشة. ولو حسيت ان الزيت سخن منك قوي وطي عليه النار عشان خاطر برضو ما تاخدش منك لون بسرعة، لان انا حسيت ان دي اخدت مني لون بسرعة، فرحت موطية النار عشان اظبط درجة الحرارة بتاعة الزيت. بس بطلعهم بقى، بحطهم على بعض كده فوق بعض في مصفى يصفوا بقية العسل الزيادة بتاعهم بس. وهي كده خلاص دي طريقة المشبك. هعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة دي. لا اله الا الله محمد رسول الله. صلوا على النبي كده وما تسرحوش مني. طبعا الفيديو يعني شارح كل حاجة، عشان كده سكت، فهو الفيديو شارح نفسه، يعني كل حاجة ماشية كده بالتفصيل واحدة واحدة.
دي خلاص كده كانت اخر واحدة في الكمية اللي معايا. يعني سبحانك يا رب، يعني الشربات طلع على قد الكمية بالظبط. اخر واحدة كان خلاص اخر حبة شربات يا دوب هيعملوها. والزيت برضو متفضل منه، يعني كمية الزيت اللي حطيناها ما استخدمناهاش كلها. ده كده بقى شكله بعد ما عملناه. خلصنا بقى الكمية، هرصها بقى في طبق التقديم. عايزة بقى ان انتي تحافظي عليه ويقعد معاكي وقت طويل قوي، يقعد معاكي اسبوع او 10 ايام. هاتي الورق اللي هو الاسترتش دوت، وابدأي ان انتي لفي بس بعد ما يبرد. بعد ما يبرد هاتي الورق اللي هو الاسترتش ده، وابدأي لفي كل واحدة لوحدها في الورق الاسترتش. كل واحدة كده بعد ما تبرد وخلاص شربت العسل وصفته وتمام، هاتي كل واحدة لوحدها ولفيها في الورق الاسترتش. هتقعد معاكي اسبوع 10 ايام محافظة على قوامها، قرمشتها، التلبيكة بتاعتها هتبقى زي اللي جايباها من بره بالظبط. بصوا بقى التلبيكة بتاعتها والمطة بتاعتها، وطعمها خطير، احلى من اللي هتجيبيه من بره بمراحل. بس هو اصلا يعني لو عملتيه بالطريقه دي هو مش هيكمل عندك ساعتين 3، مش يومين 3 ولا اسبوع. بس لو انت عامله كميه كبيره وعايزه تحافظي عليها، دي الطريقه اللي انت هتحافظي عليه بيها. هتلفيه في ورق الاسترتش وتركنيه بقى على جنب يقعد معاكي وقت طويل قوي. بس ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناه وتقولوا رايكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.